الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال في دليل المحبة، ذكرنا الآية الأولى، والآية الثانية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. سبق أو تقدم الكلام على ذكر المحبة عند هذه الآية: من يرتد منكم عن ديني لا يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم لقوة إيمانهم وصدقهم في إيمانهم ويحبونهم ويحبونه. الله سبحانه وتعالى يحب أولياءه وأولياؤه يحبون الله تعالى، ودليل المحبة الطاعة والانقياد. المحبة عمل قلبي بالنسبة للمخلوق، وبالنسبة لله تعالى صفة ثابتة لله لا نعلم كنهها. نصف الله بالمحبة بأنه يحب، وبأنه يغضب، وبأنه يرضى، وبأنه يكره. هذه أفعال صفات